جميع الإخوة والأخوات المتابعين على قناتكم فسحة. في هذا الفيديو الجديد فيديو سنتكلم فيه عما نشاهده أمام أعيننا. كما كتشوفوا هذا الفيديو اللي يلاه طاح اليوم، الذي يدل على الفوضى التي يعيش فيها المغاربة والجهل الذي يعيشون فيه والتخلف والفقر والتفقير. هذا الفيديو عبارة عن عملية تسجيل النساء العاملات في اللائحات ديال جني الفراولة باش يمشيو يخدموا في اسبانيا كعاملات في اللائحات لجني الفراولة. كتشوفوا ان بلاد الخير والخمير واللي كلشي فيها بخير، كيف الشعب يتدافع ويطحن بعضه البعض. شوف العيالات النساء تحت الأقدام كيفاش كيطحنوا بعضياتهم. يعني مشهد غني على كل تعليق، ما تحتاج تهضر بزاف. هذا الشعب اللي ما كيموتش بالجوع، هذا الشعب اللي شبعان وما خاصو تا خير وعنده ملك وعنده كذا، بمجرد ان تتاح له الفرصه انه يخرج من البلاد ويمشي لواحد البلاد واحده اخرى ولا فرصه عمل مهما كانت، يعني كتشوفهم يتصارعون بحال داك العطشان اللي وسط الصحراء. الا كنتي انت في بلادك كي كنقولوا، يعني ترويج لواحد الصوره ان حنا في البلاد ما خصنا خير وبخير علينا وكذا وكذا وما كاينش مشاكل. وسيدنا الله ينصرو خدام مده 20 سنه وهو خدام في المشاريع المخططات الخضراء. يعني بمجرد ان فتح الباب، هذه ماشي اول مره كنشوفوا كيفاش النساء، هادو النساء العيالات اللي من المفروض الا خدموا، يعني الاغلبيه هما كيكونوا نساء متزوجات، واسبانيا كتشترط هاد الشروط ديال النساء المتزوجات، لحقاش البنات اللي كيكونوا بنات كيمشيو كيقدروا يحرقوا، كيقدروا ما يرجعوش، كيقدروا يمشيو لبلدان اخرى ويحاولوا يدبروا على راسهم. لذلك فهم يشترطون في هذه النساء انهن يكونوا نساء متزوجات. فالنساء المتزوجات من المفروض انهم يجلسوا يربيوا ولادهم، وإلا خدموا يخدموا يعني في المنطقه ديالهم في بلادهم قريب من الاولاد ديالهم، باش يراعيو يعني البيوت ديالهم ويراعيو الابناء ديالهم. فتخيل ان هاد الناس يتخلون عن ابنائهم، كيخليوهم عند العائله، عند خواتاتهم، عند مواتهم، فقط من اجل لقمه العيش. واي لقمه عيش نتحدث عنها؟ يعني القضيه ديال العاملات جني الفراوله باسبانيا، هذا واحد الملف اللي هو معروف دارت فيه تقارير ودارت فيه روبورتاجات على النساء المغربيات اللي كيمشيو لاسبانيا ويتعرضن للتحرش، يتعرضن للاغتصاب. نساء متزوجات بمغاربه مشاو لاسبانيا وقعوا في الحمل، هي مزوجه وراجلها في المغرب، وكتعرض يا اما للتحرش يا اما للاغتصاب يا اما للابتزاز يا اما ترضخ عن طيب خاطر بسبب الضغوطات ديال انها ولا وعود كاذبه انهم يحافظوا عليها العمل السنه الجايه. فتصور ان امراه متزوجه كتمشي وكتحمل تما وكتولد في اسبانيا، يا اللي كتجلس تما ما كتبغيش ترجع، يا اللي كتخلى على الابن ديالها وكترجع، يا اللي السمعه ديالها. يعني بالرغم ان يعني في هذه المناطق القرويه السمعه ديال النساء يعني ما كنعممش، ولكن كتكون واحد الهضره دايره. مثلا ملي كتقول النساء مشاو كيخدموا في الامارات، فالاغلبيه التفكير ديالو كيمشي لحاجه وحده. علاش؟ لان هذه الظاهره ديال الدعاره مثلا في الامارات اصبحت ظاهره اللي هي معروفه. يعني فاي وحده كتوقف حداك كتقول لك خدامه في الامارات، بنادم يعني يطرح تساؤلات، الشعر ديالك تيوقف. شنو الامارات؟ شنو غادي ديري في الامارات؟ حنا ما كنعموش، ولكن هذا هو الواقع. ملي كتنتشر واحد الظاهره فكتولي هي اول حاجه كتجيك في البال ديالك. فملي كتقول لك العيالات خدامين يعني في الفلاحه في اسبانيا، فاول حاجه كتجيك للبال ديالك انهم نساء تعرضن للاغتصاب ولا التحرش ولا 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 ولا. مع العلم ان الدوله المغربيه بزاف ديال الناس ديال هاد النساء هادو يشتكون يعني من هاد المسائل، من التعرض للتحرش، من التعرض للاغتصاب. ورغم ذلك كتلقى الخارجيه المغربيه
لا تحرك ساكنا، القنصليات المغربية لا تحرك ساكنا ولا تدافع عنهم، مع العلم أن القضايا ديالهم مفتوحة أمام القضاء الإسباني. ومؤخرا عاد حكموا على واحد أظن مزارع إسباني بواحد 42 سنة سجنا لتورطه في اغتصاب عاملات مغربيات بإسبانيا. يعني هادو في إسبانيا عندما تطرح الملفات امام القضاء تيتاخذ لهم الحق ديالهم، لكن في المغرب ما مسوقش. العمليه الوحيده التي يشرف عليها المغرب هي انه يسجلهم كما كتشوفوا. يعني مناظر مقززه، كتلقى امهات يعني في سن اللي هي ماشي صغيره كيفاش يرتمون يعني تحت الاقدام. ها انت، ها هي سخفانه وصدموا عليها وكتحاول توقف وتكمل باش تمشي تسجل، كانهن خارجين من واحد الحرب اللي هي ضروس. واش هادو لاجئين واللي كيهربوا من الحروب ما كيديروش بحال هاد الحاله هذه؟ فما بالك الناس اللي خارجين من بلاد يقال عنها انها قوه اقليميه وان مالكها له نظره حكيمه وخدام يعني من 1999 وهو تيبني في هذه الدوله هذه، ولكن حال الشعب كما نرى كيزحفوا على الاقدام ديالهم، كيزحفوا على البطون ديالهم. هاد الشيء باش غيمشيو يعني راه ماشي غنقولوا واحد العيش الكريم، غتخرج غتلقى واحد الصالير واحد كذا، ولكن واحد كسرة خبز يعني اللي ممرغة في الغيس. يعني كاين هناك تحرش، كاين هناك اغتصاب، كاين هناك سمعة سيئة ستلاحق ديال أبناء. ورغم ذلك علاش؟ لأنه ما كاينش بديل في المغرب، وهما عارفين أنه ما غاديش يكون بديل. وهذه ماشي أول سنة كنشوفوا هذه المناظر هذه. كاين فيديو آخر ديال سنة 2019 كيفاش أن الرجال كانوا يتدافعون ويتزاحمون. أظن أن الرجال دابا هذا العام طالبين عاملات، ما طالبينش عاملين، يعني بالمؤنث عاملات، وكيكونوا في الغالب متزوجات. شوف هاد مولات الجلابه قرير ماضيه كيفاش سخفانه وكتحبوا على الركابي ديالها. شوف كيفاش غيتعامل معها سميتو المخزني، فاش غتمد له يديها باش يعاونها، باش تعرف التفكير ديال رجال الامن. كيشوفوا قدامهم عيالات، يعني اول حاجه يعني من باب الرجوله والشهامه وسميتو انك تقدم يد العون. شوف كي غيضرب لها يديها، حيد بالك عليا الله. يعني باش تعرف ان هاد الناس يعتبرون الشعب المغربي يعني مجرد حشرات. يعني اللي فات ذاك الباب راه من مور، هذا راه غير تصويره ديال الباب ديال الدخله، راه من الجهه الاخرى راه مئات النساء يعني يتدافعون، واللي تخطات ذاك الحاجز ديال الباب كانها داخل الباب الجنه، واخا مضروبه واخا زطمين عليها كتنوض كتمشي كتجري باش تمشي تسجل. ها انت شوف المناظر. واش ممكن نسميو هادو مواطنين لهم حقوق؟ ما نهضروش على الواجبات لان الواجبات كتأديها صحة عليك، يعني فهذه ماشي صفات مواطنين وماشي صفات حتى الرعاية. فهاد الصورة هي حاطة من قيمة الإنسان مهما كان مغربي ولا ماشي مغربي. يعني ملي كتشوف البروباغندا والدعاية الإعلامية التي يلعب عليها المخزن ويسوق أننا دولة متقدمة أو في طور التقدم، ولا إسبانيا ترتعب من المغرب ومن الأسلحة اللي شراتها المغرب، يعني راه كاين واحد جوج ديال الحوايج، عالمين كنعيشوا فيهم. العالم ديال البروباغندا اللي كيصوروا لنا المخزن أن المغرب يعني واحد الدولة التي لا مثيل لها، وكيجيبوا لك الشرعي باش يمشي يصور لك البنايات والشانطيات وكذا. لكن الوضعية التي يعيشها الإنسان، يعني الوضعية المجتمعية، واش يعني قادر يصور حتى ما ياكل؟ واش كاين الخدمة، كاين الصحة، كاين تطبيب، كاين تعليم؟ هنا كيبين لك ان هاد الناس ما عمرهم ما دازوا في التعليم كاع نهائيا، حتى الابتدائي ما دايزينش منه. يعني ناس
جهلة تم تجهيلهم بأبسط حقوقهم. يعني الكرامة ما كايناش، يعني بنادم يعني النفس ديالو يتعفف انه يحط راسو في مثل هذه المواقف. حتى وان كنت غادي نقلب على واحد الخدمه اللي هي مضمونه وكذا وكذا، ما غاديش انا نبقى تندافع ونطيح في الارض وكذا ويمرمدوني الناس من اجل انني غنمشي نخدم في اسبانيا. وشنو اللي هاد العيالات اللي كيمشيو لاسبانيا ويتعرضون للاغتصاب ويتعرضون للتحرش، ورغم ذلك ما كيبديوش واحد ردة الفعل، لانهم جاو من واحد الدولة اللي رباتهم على الخوف وما رباتهمش انهم يدافعوا على الحقوق ديالهم. لان الناس ملي كتكون كبرتي في واحد الدولة كتشوف ان اي واحد كيدافع على حقه او كيتكلم على حقه، انت كيتربى عندك واحد الخوف. ما كيمكن لك بحال دابا واخا كيتعداو عليك في الحقوق ديالك في واحد البلاد اللي ممكن انها تجيب لك حقك، انت كتولي كضرب الطمراك في اسبانيا. يعني جا واحد تحرش بك، ممكن انك سبورتي به بلانت، ممكن انك تجيب حقك ما بين نهار وليله. ولكن ديك العقليه اللي كيجيو بها، اللي كيربي المخزن عليها الشعب المغربي، ديال الترويع والترهيب وان ما عندكش الحق وانك مجرد يعني واحد الكائن، ها انت محطوط هنايا لا حق لك في العيش، اللي صورتيها باش تاكلها كلها، اللي ما صورتيهاش فتي واحد القيمه اللي غتكفيك في العيش، تلقى المخزن داخل معك على الخط ويقول لك ارش شويه لهنايا. فهاد المناظر الصراحه المقززه ديال هاد الامهات وديال هاد الزوجات، اللي لو كان للمغاربه او لهاد الدوله كرامه ما تسمحش في هاد النساء متزوجات يمشيو يخدموا في هاد الميدان. الخدمه ماشي عيب، ولكن ما يخدموش في هاد المجال هذا اللي اصلا فيه ملفات مفتوحه ديال اغتصاب وديال تحرش بنساء مغربيات. فاين هي كرامه المراه المغربيه اللي كيتحدث لنا الملك على كرامه المراه المغربيه وانه يصونها؟ بقات في الخطب الرنانه وفي المدونات وكذا. إذا كنت تريد أن تكرم المرأة، هي وفر لها فرص العيش، وفر لها واحد الصحة، وفر لها التطبيب، وفر لها التعليم، علمها كيفاش تدافع على حقها، ما تقمعهاش إلا دافعت على حقها. وهذه فرصة باش نجبدوا ما تعرضت له سعيد العالمي، ما تعرض له اليوم أمال العيادي، وهي مجرد طفلة يتم متابعتها. بالأمس نشرت أنه تم استدعاء الأم ديالها أمال العيادي. ما تتعرض له نجاة المحجوبي التي تم تهجيرها إلى تركيا وكتعيش في تركيا بدون معيل، هي والابن الذي أصابته إعاقة بسبب تدخل المخزن العنيف الذي هشم عظامه. أظن أن الصورة اكتملت. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم. السلام عليكم.